كريب دبي لكن المره دي من سوهاج مش من بلبن في القاهره، واتصدمت صدمه عمري لما شفته. اخر الفيديو اقول لك هو منين وبكام، وتعالوا نشوف بقى هل هو هيبقى اندر ولا اوفر. بس انا عن نفسي اتمنى ان هو يبقى اندر ريتد عشان خاطر تبقى تجربه كويسه، ما يكونش زي الكلام اللي طلع عن كريب دبي بتاع بلبن. يلا بينا. جمع الباكت ده منديل وشوكه وعلبه ايس كريم، وانا بقدر جدا المكان اللي بيحط اضافات من عنده يعني. وفي الاخر الكريب. تعالوا نفتحه ونشوف ايه ظروفه. عايز افكرك ان ده مش اعلان، وده الريسيت بتاع الاوردر كمان عشان تتاكد ان ده فعلا مش اعلان. ده شكل الكريب، كان غرقان نوتيلا ووايت شوكليت وبستاشيو صوص. انا حاولت اخد حته من نص كريب علشان اضمن انه يكون مليان حشو، لكن طلعت معايا حته من الطرف زي ما انتم شايفين، والصدمه انها كانت مليانه حشو برضه. طعم الكريب كان جامد قوي، بالكنافه متغرقه في البيستاشيو صوص وكانت مقرمشه جدا جدا، ولولا ما انا خفت انكم تقرفوا كنت خليتكم تسمعوا صوت القرمشه. والاحلى بقى ان الكريب مخدوم جدا، والكريب واخد 3 صوصات جامدين جدا موديينه في حته 7 خالص. مع العلم ان فروت اند زلابيا منزل كريب دبي من بدري جدا، تقريبا كمان من قبل بلبن ما يعلن عنه، لكن الفتره اللي فاتت انا كنت عامل دايت فما كنتش قادر اجربه، ما قدرتش اكمل الكريب خصوصا بعد القطمه اللي غمستها بالايس كريم، وفي الاخر وزعته على اهل البيت. الحمد لله الكريب طلع اندر ريتد، انصحكم انكم تجربوه من فروت اند زلابيا ب 65 جنيه. حابب بس اقول لك حاجه مهمه، اخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير وسبسكرايب في اليوتيوب، وتعمل منشن لاصحابك اللي بيحب الحلويات خصوصا فروت اند زلابيا. وشكرا جدا لكم، مع السلامه.